تخيلوا ملكا لديه خزائن لا يمكن إحصاؤها مذكور في القرآن الكريم. مجرد التفكير بما امتلكه هذا الملك من ثروات يفقد الإنسان السوي عقله. هل تعتقدون أنني بالغت في الجملة السابقة؟ ماذا لو أخبرتكم أن مفاتيح الخزائن كانت ثقيلة جدا ويصعب حملها على الرجال الأشداء، وكانت تتطلب 300 بغل لحملها؟ يمكنكم الآن أن تتخيلوا مدى كثرة خزائنه. نحن نتحدث عن الملك قارون. كانت تنتظره نهاية مأساوية لدرجة أنكم ستذهلون لدى سماعكم لها. قصة كنزه التي يعود تاريخها إلى 2500 عام والتي تمتد إلى يومنا هذا ستصدمكم لا محال. استعدوا جيدا. تم العثور على جزء من الكنز تحت الأرض في منطقة قريبة من مدينة إزمير التركية من قبل بعض القرويين. إذا كنتم على استعداد للاستماع إلى قصة قارون والتي تهم كل من يشاهد هذا الفيديو، فلنبدأ إذن. الملك قارون هو ثاني أغنى ملك عرفته الأزمنة. على الرغم من أن النبي سليمان كان الأغنى، إلا أنه بالنظر إلى اختلاف الفترة التي عاش فيها كل منهما، فإن قارون كان الأغنى في عصره، لدرجة أنه على الرغم من مرور آلاف السنين إلا أننا لا نفتأ في استخدام عبارة غني كقارون عندما نريد الإشارة إلى أحد الأغنياء. وأعتقد بأننا لسنا مخطئين في استخدام هذا التعبير. يشاع أن قارون كان من أقرباء موسى عليه السلام، وأنه كان فقيرا جدا قبل أن يصبح فاحش الثراء. كان من الأقربين لسيدنا موسى عليه السلام، لدرجة أنه كان لسيدنا موسى عليه السلام دور كبير في تغير حياته تماما. كما أنه كان قريبا من فرعون وكان يعمل في خدمته أيام فقره. كانت ثروات فرعون تتملكه وتبهره دائما. في يوم من الأيام رجا قارون سيدنا موسى عليه السلام قائلا: يا موسى، أنت قريب من الله، ادعو لي ربك أن يجعلني غنيا. لم يكن النبي موسى واثقا جدا من هذه المسألة، لكن قارون كان قد تخلى عن العمل باسم فرعون، ولم يعد يضطهد الشعب تحت إمرته، ولم يعد يفارق النبي موسى عليه السلام أبدا. كما أنه لم يكن يخرج عن كلام النبي موسى، وكان يؤمن بما أنزل إليه. مرة أخرى توسل قارون سيدنا موسى ليدعو له قائلا: ساعدني أكون غنيا فأتصدق على الفقراء وأنفق من مال الله في سبيل رضاه. هكذا تمكن قارون من كسب دعاء سيدنا موسى. رزقه الله علما فريدا وهو علم الكيمياء، استطاع به تحويل التراب والنحاس إلى ذهب. بدأت ثروته تزداد وتكبر كل يوم أكثر من ذي قبل، حتى أصبح ملك البلاد عندما كان في سن 35، وأصبح حديث جميع الناس. وصل إلى الذروة في وقت قصير، حتى أنه تولى حماية العديد من الممالك المجاورة. لم تكن ثروة قارون هي ما في خزائنه من أموال فحسب، بل كان لديه أيضا عدد كثير من الخيل والمركبات والحرس، وكانت مركباته مغطاة بالفضة والذهب، وكانت سروج خيله مصنوعة من الجلد المزين بالذهب الخالص. وكان قصره عظيما يشبه قصر فرعون، وأعمدته من الرخام المحلي والذهب والفضة، وأرضيته من الرخام، ونوافذه من خشب الصندل المعطر. مع مرور الوقت بدأ قارون يتحول إلى ملك مغرور لا يفكر سوى بنفسه وبثرواته، ولا يعطي أهمية لشيء بقدر كنوزه. نسى كل الوعود التي كان قد أعطاها لسيدنا موسى ليدعو له الله تعالى. كان يتجول في الغرف التي تتواجد فيها خزائنه ويتفقدها في كل يوم ما إن حل الليل. أصبح صوت الذهب الذي يصدر منه أثناء المشي أجمل الأصوات بالنسبة له. كان لديه خزائن مليئة بالكنوز، واستخدم 300 بغل في حمل مفاتيحها فقط. لا يمكن للعقل البشري تخيل مدى كبر ثروته وكثرة خزائنه. أصبح الفتى الفقير الذي لم يكن فرعون يوليه أي اهتمام أحد أكثر الناس المقربين له، لا بل أفضل صديق له حتى. وعلى عكس ذلك أصبح قارون عدوا لسيدنا موسى، كان يقضي كل وقته مع ذهبه وفرعون.
حذره النبي موسى كثيرا وأخبره بأن لا يثق كثيرا بما لديه من خزائن وكنوز، وبأن الله يستطيع أن يأخذ كل هذا فيجعله سرابا كما أعطاه إياه أول مرة لكن دون جدوى. كان رد قارون جملة واحدة تحمل شتى معاني الفساد، فقال: أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه وأني أهل له، ولولا أني حبيب إليه لما أعطاني ما أعطاه. كما ورد في القرآن على النحو التالي: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال له سيدنا موسى عليه السلام: يا قارون، لقد خلق الله المال، ولكن بشرط أن يكون المتاع عبارة عن شكر لله المنعم، فتعطي الفقراء وتصرف الأموال في طاعته تعالى. كانت هذه القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لقارون. فكر قارون بأنه حان وقت التخلص من النبي موسى، فقرر نصب فخ له ليوقع به. كان عليه أن يفعل شيئا كبيرا يجعل المؤمنين بنبوة موسى يبتعدون وينفرون منه. ذهب إلى فرعون وشرح له خطة التخلص من النبي موسى عليه السلام. كانت الخطة هي إقناع إحدى عاهرات مصر بأن تخرج للجمع وتعلن لهم أن موسى زنى بها. بالطبع كان فرعون يعرف امرأة بهذه المواصفات، امرأة قد تفعل كل شيء في سبيل المال. اتفقوا على إظهار هذه المرأة للعلن في يوم العيد بعد تجمع الناس في الساحة لتفتري على سيدنا موسى أمام الجميع. كانت مهمة هذه المرأة هي الخروج إلى الملأ وإعلانها عن اختلاء سيدنا موسى بها. عثر قارون على المرأة المناسبة بمساعدة صاحبه وشرح لها الخطة، كما أخبرها بأنها ستكافأ بذهب على قدر وزنها إن قبلت عرضه. أجابت المرأة: هذه مهمة بسيطة للغاية بالنسبة لي، وقبلت عرض الملك قارون. جاء يوم العيد واجتمع الناس في ساحة المدينة، كما دعا فرعون النبي موسى لهذا الحدث. قبل موسى هذه الدعوة غير مدرك لما كان على وشك الحدوث له في ذلك اليوم. كان قارون وصاحبه فرعون على استعداد لتنفيذ الخطة. دعا فرعون النبي موسى عليه السلام إلى الساحة بحماس شديد، إلى مكان يستطيع الجميع رؤية سيدنا موسى منه. ثم سألوا موسى: ألم تقل من زنى يرجم؟ قال: قلت. قالوا: ولو كان أنت؟ قال: ولو كان أنا. فقالوا: فقد زنيت. فجزع موسى وغضب، فأرسل قارون للمرأة التي كان قد اتفق معها لتأتي إلى الملأ وتقول أمام الجميع أن موسى فعل بها كذا وكذا. كانت جميع الأنظار تتجه إلى المرأة، وكان فرعون وقارون ينتظران بفرح وإثارة كبيرتين ما سيخرج من بين شفتي المرأة. لكن المرأة لما جاءت عظم عليها أمر موسى، وقالت المرأة لنفسها: هذه فرصة أرسلها الله لي للتوبة من كل آثامي. ولما حضرت بادرها موسى وقال: بحق من فلق البحر لبني إسرائيل ألا تصدقيني؟ ففضحت المرأة فعل قارون. دهش قارون وصاحبه لما سمعاه من المرأة. بدأ الشهود على الموقف بالصراخ قائلين: نحن نؤمن برب موسى. بات الجميع الآن بجانب سيدنا موسى عليه السلام على عكس الخطة. مهد هذا الحدث العظيم لنهاية قارون، فلما اعترفت المرأة على قارون تملك موسى الحزن والغضب وسجد لله باكيا وقال: يا رب سلطني عليه. فأوحى الله له أن مر الأرض تطعك. فجاء موسى قارون وقومه ودعا قائلا: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال:
اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض. ثم اختفى أغنى وأبخل الملوك مع كنوزه التي لا تعد ولا تحصى من على وجه الأرض تماما، كما ورد في سورة القصاص 81 و82 ما يلي: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هناك العديد من الدروس التي يجب علينا أن نعتبر منها في قصة الملك قارون، وهي أن لا نتردد في دفع أموال الزكاة ومشاركة جزء صغير منها مع المحتاجين. إذن ماذا حدث للكنز الأسطوري الخاص بالملك قارون؟ على الرغم من مرور آلاف السنين، إلا أنه تم العثور على هذه الكنوز في مدينة إزمير التركية بعد أبحاث مطولة. عام 1968 في قرية على طريق إزمير أوشاك، أخذ رجل يحمل خريطة كنز 5 قرويين معه، وبدأوا في حفر المكان الذي أشار إليه. عثروا على قبر وبداخله كنز يتكون من 520 قطعة من المجوهرات بداخله. يتكون هذا الكنز من جواهر تركت للأميرة من قبل قارون ملك ليدا. أعني أنه هذا كان فقط جزءا صغيرا من الكنز العظيم الذي اختفى في الأرض. كان القرويون الذين باعوا هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن مقابل 78 ألف ليرة تركية فقط بأموال ذلك الوقت سعداء بكسب المال، لكنهم لم يكونوا على علم بالشائعات المتناقلة حتى يومنا هذا، وهي احتمالية وجود تعويذة لهذه الكنوز. تم تهريب الكنز بالكامل إلى أمريكا، ثم بدأ القرويون الذين أخذوا الكنز يفقدون حياتهم واحدا تلو الآخر بشكل ملفت. دهس أحدهم بالجرارة، وأصيب أحدهم بالعمى، والبعض الآخر فقد عقله، كما مات الأشخاص المتورطين بعملية التهريب واحدا تلو الآخر. بعد سنوات عديدة جذب كنز قارون الذي تم عرضه في متحف متروبوليتان في نيويورك الانتباه، وتم الكشف أنه تمت سرقته وتهريبه من تركيا. بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية، فازت تركيا بالقضية التي كلفتها 40 مليون دولار، وتمكنت من إعادة الخزنة. لا تزال هذه القطعة الأثرية العائد تاريخها إلى 2500 عام مضت معروضة في متحف في مدينة أوشاك حتى اليوم. يجدر بالذكر أن مشبك فرس البحر المجنح تمت إعادته من ألمانيا إلى تركيا بعد أن سرقه أحد مهربي الآثار عام 2005، وتم تهريب المشبك إلى ألمانيا بعد تبديله بقطعة مزيفة، ثم أعيد إلى تركيا نتيجة للتحقيقات والمتابعات التي أجرتها مديرية شعبة الآثار المهربة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول عام 2013. لا تنسوا زيارة متحف مدينة أوشاك في حال مررتم من هناك في يوم ما. أنصحكم بألا تقتربوا كثيرا من الكنز. حسب الشائعات فلن نتمكن من العثور على الجزء الرئيسي من الكنز الذي غمر تحت الأرض منذ 2500 عام، وأنه سيقوم المهدي بإخراجه وتوزيعه على المحتاجين بعد توليه الخلافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. بالطبع سوف نستفيد من هذه النعم التي أعطانا إياها الله تعالى، لكن تذكروا أنه سيصبح أعداؤكم أصدقاءكم عندما تكونون أغنياء، وسيصبح أصدقاؤكم أعداءكم عندما تكونون فقراء. لهذا السبب من الجيد التذكير بالأمر دائما،